سلاحف صغيرة تمشي في البحر على شاطئ تشاكو سينتي، وهو جزء من ملجأ الحياة البرية ريو إسكالانتي تشاكو سينتي سانتا تيريزا في نيكاراغو. رويترز. وقالت الأمينة التنفيذية للاتفاقية إيمي فرانكل لوكالة الصحافة الفرنسية إن ظاهرة هجرة الأجناس نفسها في خطر، لأن هناك حواجز، كما أن الموائل التي تحتاجها هذه الحيوانات قد تكون تحت الضغط. وتجتمع الدول الموقعة على الاتفاقية، وعددها 130، ليس من بينها الولايات المتحدة أو الصين، في مؤتمر الأطراف 14 في مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان في الفترة من 12 إلى 17 من فبراير شباط. وينظر المشاركون في المؤتمر في مصير هذه الأنواع المهاجرة، والتي تشمل حيوانات لها أهمية رمزية على صعيد الحياة على الأرض، مثل السلاحف البحرية والحيتان وأسماك القرش والفيلة وأنواع من القطط البرية وأجناس كثيرة من الطيور. وتضطر هذه الأجناس إلى الهجرة جراء عوامل عدة، من بينها البحث عن ظروف مناخية ملائمة أو الحصول على الغذاء أو السعي إلى بيئة مثالية لوضع صغارها. مستقبل أجناس في خطر. ترتبط التهديدات التي تتعرض لها هذه الحيوانات ارتباطا مباشرا بالنشاط البشري، فقدان الموائل أو تدهورها أو تجزئتها بسبب الزراعة المكثفة أو الاستغلال المفرط عن طريق الصيد وصيد الأسماك، فضلا عن تغير المناخ. وتتعرض الحيوانات أيضا لضغوط إضافية مثل التلوث، المبيدات الحشرية والبلاستيك وغيرها، أو الضوضاء تحت الماء أو الأضواء التي تزعجها.